السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة والمفصلة لأبرز أحداث الساعة في المملكة. في عناوين لهذا اليوم: الاستنفار المائي، مديرية الأرصاد تحذر من زخات رعدية قوية بالشمال، والسلطات في خنيفرة تعلن حالة الطوارئ بجنبات وادي الربيع. نداء من زاغورا: وسط تقلبات المناخ دعوات حقوقية لتدبير مائي مستدام لإنقاذ الواحات من العطش. ملاذ الأمان: وادي الساقية الحمراء بالعيون يتحول إلى جنة دافئة تستقبل آلاف الطيور المهاجرة الفارة من صقيع أوروبا. روح التضامن: جمعية هيركوليس تشد الرحال لدعم ضحايا الفيضانات، ومراكز الإيواء بمضيق تفتح أبوابها للأسر المتضررة. تفاصيل هذه الملفات المترابطة بين تحديات الطبيعة وقوة التضامن الإنساني نتابعها معكم في هذا العرض الإخباري المفصل. ابقوا معنا. نبدأ ملفاتنا من الحالة الجوية الاستثنائية التي تعيشها المملكة، حيث أكدت المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار نزول الأمطار والزخات المطرية التي ستكون وللأسف محلية رعدية ومهمة جدا طيلة اليوم الاثنين. هذه التساقطات القوية تتركز بالأساس في مناطق الريف وطنجة واللوكوس، إضافة إلى منطقتي الغرب والسيس. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالسحب الممطرة ستمتد لتشمل مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وشرق سواحل البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى الشمال المنطقة الشرقية. ولعل الأخطر في نشرة اليوم هو توقع تساقط الثلوج فوق قمم الأطلس، تزامنا مع هبات رياح قوية ستضرب الشمال الغربي والريف والسيس وحتى المناطق الأطلسية. درجات الحرارة الدنيا ستلامس مستويات متدنية جدا، حيث ستتراوح ما بين درجتين تحت الصفر و4 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 3 و9 درجات بالريف والهضاب العليا. هذه التقلبات المناخية لم تمر دون أن تخلف خسائر واستنفار ميداني، ففي مدينة الخنيفرة وبسبب الارتفاع المهول في منسوب المياه وادي الربيع، باشرت السلطات الإقليمية ليلة الأحد الاثنين عمليات تدخل استعجالي وتعبئة ميدانية شاملة. اللجنة الإقليمية لليقظة بخنيفرة صدرت مخططا استعجاليا واسع النطاق يعتمد على التتبع المستمر والإنذار المبكر، خصوصا في الأحياء المهددة بالغمر المحاذية لجنبات الوادي. العمليات لم تقتصر على المراقبة فقط، بل شملت تعبئة فرق الوقاية المدنية والمصالح التقنية لضمان استمرارية خدمات الصرف الصحي وتنظيف الشبكات التي تضررت بفعل قوة السيول. السلطات في خنيفرة أكدت بقائها في حالة تأهب قصوى، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تضع سلامة المواطنين فوق كل اعتبار، وحتى يعود منسوب الربيع إلى وضعه الطبيعي. أما بالنسبة للملاحة البحرية فالحذر مطلوب بشدة، حيث سيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز وما بين كابس بارتيل والطرافية، وصولا إلى المناطق الواقعة جنوب مدينة العيون. في الوقت الذي تفيض فيه وديان الشمال، تطلق واحات زاغورا صرخة استغاثة استعجالية، فقد وجه أعيان وساكنة جماعة الروحة ملتمسا عاجلا لعامل الإقليم للمطالبة بطلقة مائية استثنائية من وادي درع لإنقاذ ما تبقى من محاصيلهم المعيشية ونخيلهم الذي يصارع الموت. المنطقة تعاني من خصاص مائي حاد تسبب في إضرار اجتماعية واقتصادية بالغة للساكنة. ويرى فاعلون حقوقيون بالمنطقة مثل محمد لمين البيض أن الوضع لم يعد عابرا، بل أصبح يهدد الاستقرار الاجتماعي بالواحة نتيجة ضعف البنية التحتية وغياب استراتيجية واضحة لتخزين المياه. الرسالة من زاغورا اليوم واضحة ومستعجلة: الطلقات المائية هي شريان الحياة الوحيد للفرشة المائية والآبار، وأي تأخير إضافي في الاستجابة لهذا الملتمس يعني تفاقم آثار الجفاف وضياع حقوق المزارعين البسطاء في استدامة مواردهم الطبيعية. ومن الشمال الثائر إلى الجنوب الهادئ، حيث يتحول وادي الساقية الحمراء بمدينة العيون إلى ملاذ آمن لآلاف من الطيور المهاجرة القادمة من صقيع أوروبا وشمال آسيا. هذا الوادي وبفضل مناخ الجنوب الدافئ طيلة السنة لم يعد مجرد ممر عابر، بل صار مستقرا دائما لأصناف نادرة مثل النحام الوردي. ويؤكد المسؤولون والنشطاء البيئيون بالعيون أن تصنيف الوادي ضمن اتفاقية رامسار الدولية للمناطق الرطبة يعكس أهميته الإيكولوجية كحلقة وصل طبيعية. ولعل المثير في الأمر هو أن المشاريع الكبرى وعلى رأسها سد الساقية الحمراء وقنطرة الطريق السريع تيزنيت الداخلة أنجزت بمعايير تحترم التوازن البيئي، مما وفر لهذه الطيور مصادر غذاء وفيرة ومساحات بيولوجية محمية.
استقرار هذه الطيور هو شهادة حية على سلامة نظامنا البيئي في الصحراء المغربية، ويفتح الباب واسعا أمام السياحة الإيكولوجية وهواة التصوير. لكن في المقابل تظل دعوات الحظر قائمة، حيث تجدد الفعاليات المحلية على ضرورة حماية هذا الإرث من الصيد الجائر والتلوث، ليبقى وادي الساقية الحمراء دائما فضاء للحياة والأمان. وفي خضم هذه التحديات المناخية تبرز روح التضامن المغربي كأقوى سلاح لمواجهة الأزمات. فبمدينة المضيق فتح المركز المتوسطي للطفل أبوابه لاستقبال 30 طفلا رفقة أسرهم، بعدما جرى إجلاؤهم من المناطق المهددة بالفيضانات كإجراء احترازي لضمان سلامتهم. هذا المركز لم يكتفي بتوفير المأوى فقط، بل تحول إلى فضاء تعليمي وتربوي بامتياز، حيث مكن الأطفال من متابعة دراستهم دون انقطاع، مع الاستفادة من حصص الدعم النفسي والخدمات الطبية اللازمة. إن تنظيم أنشطة ترفيهية متواصلة داخل المركز ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط النفسي عن هؤلاء الصغار وأسرهم، في انتظار تحسن الأحوال الجوية للعودة إلى ديارهم بأمان. هي جهود محلية جبارة تؤكد أن حماية الإنسان وضمان استمرارية الخدمات الأساسية تظل الأولوية القصوى في حالات الطوارئ. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية عرضنا المفصل لأهم أحداث اليوم، والذي تنوع بين استنفار الشمال ونداء واحات الجنوب وجمالية الطبيعة في صحرائنا وروح التضامن في مدننا. شكرا لكم على وفائكم ومتابعتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم آخر الأخبار أولا بأول. كانت معكم أخبار اليوم تي في. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.